لما عملنا استفتاء عندي على الشانل عشان نشوف محتاجين نتكلم عن ايه من مجاميع الشعر الفتره الجايه، كريستاس اكتسح بلا منازع. عشان كده انا هعمل لكم بلاي ليست كامله بال20 نوع بتاع كريستاس، والحلقات هتبقى قصيره عشان تعرفوا تدوروا عليها. في الحلقه ديت هنتكلم عن اول نوع اللي هو كريستاس اليكزير أولتيم، وهنتكلم عن اهم 3 زيوت في مجموعه كريستاس، عن فوائدهم ومختلفين في ايه. فاللي ما يعرفنيش انا دكتور ناديه، اعملوا لي سبسكرايب ويلا بينا نبدا. بين منتجات الشعر الكتير والعوامل الخارجية سواء حرارة أو أتربة أو غيره، شعرنا مع الوقت بيفقد اللمعان، بيصبح شكله باهت وغير صحي. فمهم قوي نكون فاهمين قصة اللمعان بتاعة الشعر دي بتحصل ازاي. لما شعرنا بيكون صحي وحيوي ومفهوش أي تقصيف أو تقصير، أي انعكاس إضاءة عليه بيكون متساوي، فبالتالي بيدي الشكل اللامع الجميل اللي كلنا بنقول عليه الشعر الصحي. اما بقى لو شعرنا مقصف او مجعد، عمر ما الاضاءه هتبقى انعكاسها مظبوط عليه او غير متساوي زي ما بنقول، فبالتالي اللايت بيكون سكاترد وعمرها ما هتبان ابدا بالمنظر اللامع. وخلينا نقول ان منتجات كريستاس عامه او البراند اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو كريستاس اليكزير أولتيم دوت من الحاجات اللي هي فعلا صديقه للمعه او بتحفز لمعه الشعر، بتحارب اهم عدوين للمعه اللي هم الديرت او الاتربه اللي بتتكون على الشعر، او حتى تراكم المنتجات اللي احنا بنستخدمها على شعرنا سواء سيرمز او كريم او غيره. وكمان بتحارب قصه السيبم او ان الافرازات الدهنيه في الفروه تكون كتير قوي، فبالتالي الشعر بيكون متراكم برضو عليه الزيوت او الافرازات الدهنيه، فبتخلي شكله غير لامع. عشان كده يلا دلوقتي نتكلم على اهم المواد الفعاله اللي جوه كريستاس اليكزير أولتيم اللي بتساعد على قصه اللمع. مجموعة كريستاس اليكزير أولتيم بتتكون من شامبو وكونديشنر وماسك وكمان الاويل، كل واحد منهم ليه خصائص معينة. وفي الحلقة ديت انا برضو هعرفكم طبيعة الشعر اللي تستخدم كل نوع منهم، وهنعمل روتين مخصوص سواء للشعر الخفيف او السميك او غيره، فكملوا معايا لحد اخر الحلقة. هنتكلم بس دلوقتي عن البيز بتاع كل المنتجات الخاصة بكريستاس اليكزير أولتيم، اللي هي الحاجات اللي موجودة في كل المنتجات، ومع الوقت بقى بنغير التركيزات او بنضيف عليها مواد فعالة اخرى. اهم 2 زيوت اصدقاء للمعان هما الماريولا اويل والكاميليا اويل. الاتنين دول عبارة عن زيوت مخصوصين جواهم اوميجا 9، موجودين فيهم فيتامين سي، موجود فيهم فيتامين اي، حاجات كتيرة قوي بتساعد على تنعيم الشعر، الترطيب، عكس اللمعان بشكل قوي، وكمان محفز لقصة ان شعرك دايما يبقى شكله صحي وبيلمع. خلينا دلوقتي نبدأ مع اول واحد اللي هو اللوبا او الشامبو. هنبدأ كلام عن أول واحد فيهم اللي هو اللوبا اليكزير أولتيم أو الشامبو الخاص بكريستاس. الشامبو الخاص بالمجموعة ديت خالي من المواد الكيميائية، وبيعمل على تقوية الشعر من الجذور لحد الأطراف، بالإضافة للزيتين اللي احنا لسه قايلينهم اللي هما الماريلا والكاميليا. في 3 زيوت تانيين مهمين جدا، زيت الذرة وده بيعمل على تقوية الجذور كويس قوي، كمان الارجان اويل او زيت الارجان وده بيخلي الشعر فيه حمايه من اي عوامل خارجيه احنا لسه متكلمين عنها ممكن تاذي شعرك او تخليه مش بيلمع. وتالت حاجه زيت اسمه البروكسي، ودوت زيت مخصوص ان هو بيرطب الشعر وبيغذيه كويس قوي. فكده يبقى انت حصلتي على الشامبو مش بس نظافه، لا كمان تنعيم وترطيب مع تغذيه الخاصه بالزيوت. ويلا بينا نشوف الطريقه الصح اللي نستخدم بيها لوبا اليكزير أولتيم. عشان تاخدي الاستفاده القصوى من شامبو كريستاس مهم تستخدميه بالطريقه الصحيحه. اول حاجه بنعملها طبعا ان احنا بنسرح شعرنا عشان نفك اي تشابك في الشعر. تاني حاجه بنبدا نبل الشعر بماء فاتر مش سخن ولا ساقع عشان الشعرايه ما تتاذيش وتبدا تاخد الاستفاده القصوى من الشامبو. الشامبو الغسيل بتاع الشعر بيكون على مرحلتين. غسيل الشعر عندنا بيكون مقسم لمرحلتين. اول مرحله بتركز على العنايه بفروه الراس، بناخد كميه قليله في كف ايدينا وبنبدا نوزعها على فروه راسنا عشان تتنظف بالشكل الكافي. اول حاجه بنوزعها على المنطقه من قدام، وبعدين على المنطقه من ورا، وعلى شعرنا من تحت خالص، وبعدين بنبدا على الجنب اليمين والجنب الشمال. وبعد كده بنبدا نرغي الشامبو كويس جدا على فروه راسنا بالظبط حوالي دقيقه، وبعد كده بنشطفه. بنبدأ بقى بعد كده الفيز التانية اللي هي بتركز على تنظيف الشعراية ذات نفسها. برضو بناخد كمية صغيرة وبنكرر التكنيك زي ما احنا بالظبط عملناه في تنظيف الفروة، ولكن مع الوقت دلوقتي احنا بنهتم بالأطراف، فنبدأ نغسل الأطراف كويس جدا مع الشامبو، ونضيف عليها شوية مية عشان تإمالسيفاي الإفكت أو بتزود الرغوة بتاعة الشامبو، وبعدين بنشطفه ونغسله عادي جدا. سعر الشامبو في مصر 410، وللاستفادة القصوى خلينا نكمل مع بعض بقية المجموعة.
تاني منتج معانا هو الفوندان اليكزير التيم اوليو كومبلكس، ويا رب اكون بنطقه صح. هو بالانجلش هو الكريمي اويل كونديشنر او البلسم الخاص بالعنايه بالشعر الخاص بمجموعه اليكزير التيم من كريستاس. وفعلا المنتج دوت او البلسم دوت لما بنستخدمه بعد الشامبو استخدام صحيح زي ما هنشوف دلوقتي بيعمل تغيير جذري في الشعرايه، لانه غني بمضادات الاكسده وكمان بيعرف يحبس الترطيب بتاع الشعرايه جواها فتصبح شكلها ناعم وانسيابي. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي طريقه الاستخدام المثلى ليه. طريقة استخدام كريستاس البلسم بتختلف جدا في النتائج لو استخدمناه صح. اول حاجة بنعملها طبعا ان احنا بعد ما غسلنا شعرنا بالشامبو بننشف الشعر، والخطوة دي ضرورية جدا عشان ما تخليش المواد الفعالة اللي جوه البلسم تخفف لو الشعر مبلول ومش مجفف جيدا. تاني حاجة بنعملها ان احنا بنبدأ نقسم الشعر لتو سيكشنز. تقسيمة الشعر القسمين دي مهمة جدا عشان كل حتة في الشعر عندك تستفاد بالبلسم الاستفادة الكافية. بنحط كمية بسيطة على ظهر ايدينا وبنبدأ نوزع الكمية ديت على كل جزء من الأجزاء المقسمة. وطبعا زي ما احنا شايفين انه لو شعرك أطول من بعد كتافك بنضطر ان احنا نعمل دبلنج للأماونت أو بنضاعف الكمية، وبرضو بنوزعها بالشكل الكافي على شعرك. وبعد التوزيع الجيد للمنتج على شعرك بنسيبه لمدة دقيقتين 2 وما بنغسلوش وبنستنى لحد لما المواد الفعالة كلها بتتشرب. وهنعمل نفس الخطوة اللي عملناها مع الشامبو، ان احنا بنحط شوية مية عشان نيمالسيفاي او نزود الايفكت بتاعت البلسم ونفركه، وبعدين بنشيل اي حاجة اكسس او زيادة عن طريق العصر زي ما احنا شايفين وبنشطف شعرنا بعدها عادي. ممكن بعد الشطف الجيد نستخدم الماسك زي ما هنشوف دلوقتي. المنتج اللي هنتكلم عليه بعد كده هو الماسك، والماسك طبعا عبارة عن مواد فعالة مركزة عشان يخلي الشعر الكثيف او المجعد توصلوا الغذاء بشكل كافي، فبالتالي الماسك دوت بيكون مفيد جدا لو انت شعرك كثيف او مجعد او مقصف. اما بقى لو شعرك خفيف او شعرك ما فيهوش تجاعيد كتير وناعم تقدري تستخدمي بعد اللباع او الشامبو الكونديشنر عادي جدا. اما لو هنستخدم الماسك فنقدر نستخدمه مكان الكونديشنر لو احنا شعرنا كثيف او سميك عشان الشعر يستفاد الاستفاده القصوى. والحاجه الوحيده المختلفه في استخدام الماسك ان احنا بنعمل خطوه زياده اللي هي تويست اند راب، يعني بنلف الشعر زي ما انا مورياكم في الفيديو كده عشان المواد الفعاله تدخل جوه الشعرايه، وبنسيبه على الشعرايه من دقيقتين ل5 دقائق. سعر الماسك في مصر 725 جنيه وتقدري تجيبيه من منافذ بيع كتير جدا. دلوقتي بقى خلينا نتكلم على اهم 3 زيوت في مجموعه اليكزير أولتيم. وقبل ما نتكلم على مجموعه الزيوت الخاصه بكريستاس اليكزير أولتيم، طبعا الزيت الاشهر على الاطلاق هو الزيت الذهبي او الويل اوريجينال. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس انتوا استخدمتوا ايه من مجموعه كريستاس الفتره اللي فاتت، ولو هتستخدموا برضه هتستخدموا ايه من الحاجات اللي قلناها في الحلقه دي. وطبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير لاني بتعب قوي عشان اعمل لكم كونتنت سهل وبسيط تقدروا تتفرجوا عليه ولاي حد يستفاد منه. نبدا باول زيت وهو الزيت الاوريجينال او الويل اوريجينال زي ما انا موريه لكم دلوقتي بشكله المميز جدا في السوق. وطبعا الزيت دوت ليه مميزات كبيره قوي. اول حاجه ان هو بيعمل على ترطيب الشعرايه 48 ساعه، بيترك فيها لمعان وشكل جميل وصحي زي ما احنا متعودين من مجموعه كريستاس. وغير كده كمان ان هو بيحمينا من الحراره بدرجه 230 مئويه، يعني لو انت متعوده انك تعملي شعرك سشوار او بيبيليس حطي الزيت قبلها هيفرق جدا. وطريقه استخدام الزيت ان احنا بنستخدم بامب او 2 على راحه ايدينا وبندفيها شويه وبعدين بنحطه على شعرنا سواء كان جاف او مبلول مفيش مشكله خالص. والجميل اللي فيه هو ريحته المميزه جدا اللي بتقعد على شعرك تقريبا 48 ساعه. مجموعه الزيوت في مصر سعرها بيتراوح من 570 ل 600 وشويه. فتاني زيت هنتكلم عنه دلوقتي هو الويل ليجير، ومن اسمه كده يعني الزيت الخفيف. بنستخدمه للشعر الخفيف العادي اللي هو مفهوش كثافه كافيه، فبيديكي منظر كأن شعرك انت خفيف خالص ومفهوش اي كثافه او حيويه. طب ده بيشتغل ازاي؟ جواه ماده زياده اسمها الانترسيلان. الماده دي بتعمل على زياده كثافه الشعر عن طريق تغليف الشعرايه بغلاف خارجي، فبتدي مظهر اسمك للشعرايه، فبالتالي شعرك يبقى فيه فوليوم اكتر، وبيسموها الثيكنس بوستر او اللي بتعمل على زياده كثافه الشعرايه. وجميل اللي فيه ان هو باي فيز، يعني جزئين مع بعض بنرجه قبل الاستخدام، عباره عن مست مش زيت، يعني اخف كتير من فكره الزيت، وبيعمل على تغليف الشعرايه زي ما قلنا، وبرده ريحته مميزه جدا وبتفضل على الشعر 48 ساعه. وخلينا نقول ان حتى في اعلى درجات الرطوبه اللي بتوصل ل 80% رطوبه شعرك بيفضل مترطب وشكله فيه كثافه او معمول له ثيكنس بنسبه 96% لما بتستخدمي الويل ليجير.
اخر زيت معانا هو الويل روز اللي لونه بينك، والزيت دوت مميز جدا لان جواه خلاصه الامبايرال تي او الشاي الامبراطوري والشاي الابيض، والنوعين دول من الشاي موجودين في الصين، والخلاصه بتاعتهم بتعمل على تعزيز اللون الخاص بالشعر، بيخلي اللون دايما شكله شايني وحلو، وده ينفع جدا جدا او هو مخصوص للشعر المصبوغ او اللي معمول اي تريتمنت، لانه بيرطبه كويس. طبعا جواه زي ما احنا اتفقنا الارجان اويل والكاميليا اويل والماريلا اويل وكل الزيوت المخصوصه بكريستاس اليكزير اولتيم، ومع خلاصه الشاي، فبيكون ترطيب وتنعيم وتغذيه للشعر المصبوغ او المعمول تريتمنت. تعالوا بقى دلوقتي نلخص الحلقه دي ونقول كل شعر يستخدم ايه، شامبو كونديشنر وماسك وكمان نوع الزيت. ملخص الحلقه للناس اللي كملت معايا لحد دلوقتي اللي هقوله: اول حاجه الشامبو ينفع يستخدمه جميع انواع الشعر، مفيش فيه اي مشكله. تاني حاجه البلسم الافضل اللي يستخدمه الشعر الخفيف الطبيعي اللي هو مش كثيف او مجعد، ولو انت شعرك كثيف او مجعد استغني عن خطوه البلسم خالص وتقدري تدخلي على الماسك على طول بعد كل مره شامبو، لان الماسك بيدي زي ما احنا اتفقنا ترطيب اكتر وشعرك هيكون شكله احلى. تالت حاجه او تالت خطوه هي الزيت، وزي ما اتفقنا الويل اوريجينال ينفع يستخدموه كل انواع الشعر، الويل روز ينفع يستخدمه الشعر المصبوغ او معمول له اي تريتمنت عشان يحميه ويعزز اللون، واخيرا الويل ليجير ينفع يستخدمه الشعر الخفيف اللي مفيش فيه اي نوع من انواع الكثافه. اهم الاسئله اللي بنتسالها بالنسبه للزيت نستخدمه قد ايه؟ انا زي ما قلت ممكن من بامب ل2، ولكن لو انت شعرك كثيف تقدري تطوليها ل5 بخات في راحه ايدك وبتدفيها، وبعدين بنمشي على شعرنا. طبعا ما بنحطوش على الفروه خالص، واهم من ده كله ان الزيت بالنسبه لنا نكون هنستخدمه على الشعر الجاف او الشعر الرطب. لو استخدمناه على الشعر الجاف دوت بيدي لمعان اكتر للشعرايه وبيحميها من العوامل الخارجيه، ولو استخدمناه على الشعر الرطب ده بيحميه من الحراره، بيدي لمعان اقل شويه ولكن بيدي ترطيب اعمق. وبكده حلقتنا النهارده تكون خلصت. اكتبوا لي في الكومنتس ايه المجموعه الجايه اللي انتوا حابين نتكلم عنها من كريستاس، واكتبوا لي كمان لو حابين نعمل مقارنات زي ما احنا متعودين عندي على الشانل، وهسيب لكم دلوقتي شويه فيديوهات كده تستمتعوا بيها لحد ما اشوفكم في الحلقه الجايه.